بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك فرخة وعاوزة تعمليها بشكل جديد ومش عاوزة تسلقيها أو ما عندكيش وقت ان انتي تشويها، يبقى هي الفراخ المسحبة. أو عندك عزومة وعايزة شكل وطعم حلو للأكل، يبقى برضو هي الفراخ المسحبة. تعالي أقولك يعني ايه فراخ مسحبة بأسهل طريقة وأبسط مكونات. بس قبل ما نبدأ، لو انتي أول مرة تشوفيني، تعالي ننزل نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. الفراخ المسحبة يعني فرخة مخلية من العظم أو فرخة بعظمها، بس بندقها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بتجيب الفرخة وتخلي عمو بتاع الفراخ يفتحها لك من الظهر، قوليله اعملها لي فراشة. بيفتحها بيقطعها كده من الظهر وتفضل متصلة من قدام من عند الصدر، وكمان الجلد موجود. بنبدأ نكسر العظمة بتاعت الورك وعظمة المفصل اللي هي بتاعت الكتف اللي فوق، يعني أي مفاصل بنكسرها عشان هي دي أماكن تجميع الدم. تاني حاجة بنعمل فيها فتحات في الورك وفي الصدر عشان تدخل فيها كل التتبيلة وتتشرب وتبقى كلها نفس الطعم. وممكن كمان تخليه يخليها، انا هنا ما خليتهوش يخليها، انا عملتها زي ما هي كده من غير ما نخلي ولا نوجع قلبنا، لان انت تخليها بساعات بتهدر كتير قوي من الفراخ، في نفس الوقت بتبقى عملية مقرفة شوية. هنحطها بقى في كيس بلاستيك نظيف ونبدأ ندقها كويس قوي، وخصوصا منطقة المفاصل. طيب في حاجة كمان مهمة، احنا ليه بنحطها في كيس بلاستيك؟ عشان واحنا بندقها ما يجيش رذاذ ميه من الفرخه ويجي على اي جزء في المطبخ. كده بقى الفرخه بقت مسحبه مدقوقه او مخليه، في الحالتين اسمها مسحبه. طيب الخلطه عباره عن ايه بقى؟ كوبايه ونص ميه عاديه خالص من الحنفيه، هنحط عليها معلقتين خل كبار وعليهم نص كوبايه زيت زيتون او زيت نباتي، مش هتفرق في الطعم. عليهم دلوقتي علبة زبادي، ودي اختياري، بس هي بصراحة بتخلي الفراخ النسيج بتاعها طري قوي لما بنيجي ناكلها. في كمان حاجة اختياري، ان انت تضيفي معلقة صوص صويا غامق، هتدينا نتيجة هايلة في اللون وفي الطعم، بس دي برضو اختياري. نيجي بقى للبهارات الحلوة بتاعتنا، وهي معلقة صغيرة من كل حاجة: ملح، كركم، فلفل اسود، سماق، قرفة، حبهان، بابريكا وياريت تكون مدخنة، كزبرة ناشفة، وجنزبيل. ما تقلقيش، انا سايبها لك في صندوق الوصف تحت. بعد كده عصير ليمونة كبيرة، او لو الصغيرة يبقى ليمونتين. هنحط بعدها معلقتين صلصة ومعلقتين توم مفروم. هنقلب بقى كل الميكس الحلو الجميل ده، هنقلبه كويس قوي قوي في بعضه لحد ما يتجانس كده مع بعضه بمضرب بمعلقة، ولا هنحتاج كبة ولا هنحتاج اي حاجة. بعدها بقى نيجي بقى نحمي الفراخ بتاعتنا في الصوص الحلو ده، هنغمسها فيها بمعنى ان احنا ندخل كل حتة في الفراخ، هندخل فيها التتبيلة من فوق ومن تحت كده بقى، وايه يعني هنبهدلها معانا شوية. ما احنا الاول دقيناها وتعبناها معانا، هنكمل تعبها. بعد كده اقل حاجة نسيبها في ساعتين في التلاجة. ولو انت بقى عايزة نتيجة حلوة اكتر، سيبيها من 4 ساعات ل6 ساعات. ويا سلام بقى لو تسيبيها ليلة كاملة كده في التتبيلة الحلوة دي، هتاخدي أحلى نتيجة إن شاء الله. دلوقتي بقى سبناها في التلاجة، هنقطع بقى أي خضار عندك: بطاطس، فلفل، مشروم، جزر، بصل، كل اللي عندك وبتحبيه حطيه. بس أهم حاجة لو هنقطع بطاطس وجزر مثلا وبصل، ما تكونش الحاجات صغيرة، يعني حلقاتها تكون سميكة عشان تستحمل سوى الفراخ. تاني حاجة هنعملها كلها حلقات، يبقى كلها حلقات. هنعمل صوابع، يبقى صوابع عشان يبقى الشكل الجمالي حلو. هنحط بقى كل الكلام الحلو دوت في الصينية، كل الخضار دوت في الصينية ونوزعه، وفوقيهم الست فرخة اللي احنا بهدلناها معانا، هنشيلها كده من التتبيلة ونرصها فوق الفراخ. معلش هي استحملت معانا شوية، بس هناخد منها نتيجة ان شاء الله ولا اروع من كده. بعد كده هنروح حاطين عليها الصوص اللي اتبلت فيه ده جوه الصينية. يبقى احنا كده يا دوب تبلناها في بولة وعملنا الاكل كله في صينية واحدة، ولا في مواعين ولا في اي حاجة خالص. هنسيبها بقى دلوقتي، هنغطيها بورق زبدة، عشان ما ينفعش نحط ورق الألمونيوم مباشرة على الأكل. ورق زبدة
وفوقيها بقى ورق الألمونيوم دوت الفويل، ونقفل عليها كويس قوي. هنحطها في الرف اللي قريب للفرن، الرف اللي تحت هتاخد ساعة في الفرن. هنقدمها بقى مع رز بسمتي، هنقدمها مع رز مصري انا عاملة هنا رز بالكاري تحفة ريحته جميلة جدا. هنقدمها مع رز حبة وحبة، هنقدمها مع رز أبيض، هتبقى خطيرة. البطاطس مستوية والفراخ دايبة، مش مستوية بس دايبة، وشكل الصينية تحفة. ولو ما عندكيش وقت تعملي رز، ممكن تقدمي جنبها عيش بلدي أو حتى كايزر مع طبق سلطة طحينة، هتعملي أطعم سندوتشات. مفيش أطعم من كده. كمان الريحة رهيبة، والفراخ طرية ودايبة قوي، ومش هتحتاجي تقفي جنبها وهي بتتعمل. أول ما تخلص الساعة هتولعي عليها الشواية 5 دقايق، هتديكي أحلى نتيجة إن شاء الله. ولو ما عندكيش كل البهارات دي مفيش مشكلة، حطي اللي عندك وهتديكي نفس النتيجة إن شاء الله. لايك بقى للفراخ المسحبة، ولايك للفيديو، واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وألف هنا على قلبكم.